وفي المغرب اندلعت مجددا صدامات الليلة الماضية بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية في شمال المملكة، حركة يقودها منذ أكثر من 6 أشهر ناصر زفزافي المتواري عن الأنظار منذ صدور مذكرة توقيف بحقه مساء يوم الجمعة الماضي. مواجهات جديدة بين الشرطة ومحتجين شهدتها مدينة الحسيمة الواقعة في شمال المغرب. هذه التظاهرة نظمها ناشطون في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة منذ 6 أشهر. المتظاهرون أطلقوا هتافات داعمة لناصر زفزافي قائد الحركة الاحتجاجية الذي لا يزال هاربا بعدما صدرت مذكرة توقيف بحقه مساء الجمعة بسبب تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. الشرطة تصدت للمحتجين وفرقتهم مستخدمة الهروات. هذه الحادثة توقفت عند منتصف الليل وانتشرت عناصر شرطة مكافحة الشغب في المنطقة التي خلت من المتظاهرين. كما شهدت مدينة أنزورين القريبة مواجهات مماثلة بين المتظاهرين والشرطة. وخلال الأيام الماضية ألقي القبض على 20 شخصا من الناشطين في الحراك بتهمة تهديد الأمن الداخلي وتلقي أموال ودعم لوجستي من الخارج. محافظة الحسيمة أصبحت مسرحا لأحداث مماثلة منذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات في أواخر أكتوبر عام 2016. ومع الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف المهمشة.